السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم الصحة وأحسن حال إن شاء الله. برحب بضيوف الجداد وبقول لهم نورتوني، يا رب يكونوا عند حسن ظنكم دايما. لو أول مرة بتشوفيني دوسوا لي الاشتراك في القناة وفعلوا زرار الجرس على الكل عشان كل لما انزل وصفة ينزل لك كل جديد. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص، حلو جدا وشيك وكله فيتامين. زي ما انتم عارفين فوائد الفريك يا جماعه، بيعمل يعني بيقوي جهاز المناعه، مقوي عام لجهاز المناعه، وبيساعد على يعني الاسنان تبقى كويسه كده والعظام، لانه فيه بيحتوي على نسبه كالسيوم عاليه جدا جدا. وطبعا اكيد ممكن حد يطلع يقول لنا طبعا لو انا المعلومه بتاعتي غلط. طبعا الطاجن دوت من اي يعني بتاع زمان، عايزين نرجع الاكلات الحلوه كده اللي بتفيد ولادنا ان شاء الله، وهنقدمها بطريقه حلوه كده وشكل جميل ولادنا يحبوه. تعالي كده نصلي على النبي ونخش على الطريقه والمقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا معانا فريك، الفريك دوت الفريك بتاع البلدي بتاعنا يا جماعة، مش اللي هو الأكياس ولا اللي بيتباع عند العطارين، علشان خاطر ده بيكون يا جماعة فيه نسبة رمل وحاجات يعني رهيبة. ده البلدي بتاعنا جدا، اللي هو احنا اللي بيجي من عندنا من عند الفلاحين اللي عندهم أرض، أكيد فاهمين كلامي. جبنا الفريك هنا، سخنا ميه ورحنا حاطينها عليه لمدة بالظبط 5 دقايق، لحد لما يعني لان معانا شوية. هو ما استواش في المية ولكن لان شوية، عشان زي ما انتوا عارفين الفريك بيبقى ناشف وكده. وغسلناه كويس وصفيناه. بس قبل اي حاجة، قبل بقى ما نغسل وننقع ونعمل، بنكون منقيينه زي الرز بالوحدة، علشان خاطر برضو ما فيش اي حاجة تكون عفراية كده كده، اي حاجة فيه بنكون عاملينها. معانا هنا بصلاية، هنجيب هنا معلقة سمنة بلدي كده على معلقة زيت، او زيت بس، او زي ما انت حابة المادة الدهنية اللي عندك حطيها. وهنحط هنا بصلتين حلوين كده كويسين، وهنخليهم يبقوا شفافين كده معانا. ومعانا هنا كبد والقوانص، الكمية اللي انت عايزاها تقدري تحطيها، مش هربطك بكمية معينة، اللي عندك هتشتغلي وهتمشي بيه. هنزود النهاردة كمية خضار وكمية فيتامين حلوة جدا جدا ان شاء الله، علشان خاطر برضو ولادك لو لاول مره ياكلوه فهيعجبهم. وبرضو حلو جدا، ولو حد جالك شيك، هو طقم يعني طاجن حلو جدا جدا. وكمان عشان خاطر نزود حلاوته هنسويه في طاجن كده في الفرن. هنمسك الكبد والقوانص، طبعا عارفين طريقه الغسيل بتاعتي. هنمسكها نقطعها كده جوانح، او زي ما انت تقطيعها برضو، او مكعبات زي ما انت حابه. وهنضيف الاول ما البصله تبقى شفافه معاكي، مش تصفر، تبقى شفافه، هتيجي ضايفه الكبد بتاع القوانص الاول، عشان القوانص بتاخد وقت شويه على النار، وهتفضلي تقلبي فيها زي ما انت شايفه كده. ومعانا برضو الكبد مقطعينها بنفس التقطيع، بس مش هنضيفها الا بعد ما نحس ان خلاص داخله على سوا، لانها هتاخد كذا تشويحه معانا. ادي الكبد معانا اهي، برضو هتاخد تشويحه معانا كده لحد لما لونها يغير. انتوا عارفين ان الكبد ما بتاخدش وقت معانا اصلا وبتلاقيها استوت، علشان كده احنا حطيناها في الاخر خالص. تعالي بقى نشوف التوابل بتاعتنا. حطينا ملح، كمون، فلفل اسمر، 7 بهارات، مع بابريكا، عود قرفة، يعني حتة كده من عود القرفة، فصين حبهان وفصين قرنفل، والملح بتاعنا طبعا. بس كل حاجة من التوابل دي معلقة صغيرة. دي كل الحاجات دي منكهات يا جماعة. طبعا انا كان المفروض احط كام ورقة لوري معانا، او ورق الغار، بس للأسف انا نسيت اصلا احطهم، يعني انا نسيت احطهم، بس هم المفروض يتضافوا في المرحلة دي. انا ضفتهم فعلا بس مش في المرحلة دي، لاني نسيتهم اصلا يعني. بس بيدي، عايزة اقولك بيدي طعم وريحة حلوة جدا جدا في طاجن الفريك. انتوا عارفين ورق اللوري من المنكهات. هتسيبيهم يتشوحوا كده لحد لما تحسي التوابل دي ريحتها طلعت اهو. فصين الحبهان يا جماعة بكوني فاتحاه كده من الجنب علشان يطلع الريحة بتاعته. صلوا على النبي يا جماعة كده. وقلبي كويس بقى زي على قد ما تقدري كده، تفضلي تشوحي في الكبدة، بس زي ما قلت لك ما بتاخدش وقت معانا. هنبدأ هنا نضيف الفلفل. طبعا الفلفل ده فلفل قرن فلفل الوان، وقرن فلفل رومي، ونص قرن كده حامي. تقدري تضيفي بدل الفلفل ده كله فلفل رومي، مفيش مشاكل خالص. تقدري تضيفي فلفل حامي، بس هو بيبقى حلو جدا لما بتحطي التشكيلة دي، لان طبعا
زي ما قلت لك ان هو الطاجن دوت عايزين نعمل له، يعني نعمل لاولادنا في الشتاء دي اكل يكون قيمته الغذائيه عاليه جدا جدا، علشان عيالنا طبعا بيروحوا مدارس وامتحانات، ربنا يا رب يبارك لنا فيهم. فعاوزين نحافظ شويه على موضوع جهاز المناعه ده من نزلات البرد والحاجات دي. الفريك احنا كده غاسلينه، بصي ما شاء الله عامل ازاي، ومنقيينه وما شاء الله زي الفل اهو. فيه يا جماعه فريك اسمه فريك الضحى، حلو جدا جدا، بيتباع في السوبر ماركت، بس انا للامانه ما اعرفش سعره كام، بس انا جبته مره كان حلو جدا وما كانش فيه اي حاجه. اكياس كده زي اكياس الرز واكياس الدقيق، اسمه الضحى، حلو جدا جدا برضو، ولكن ده انا جايباه من البلد اهو. ضفناه كده على الكبد والقوانص وهنديله تشويحه. فيه بقى معانا قطيتين بيدولك طعم وبيخلوا الطاجن كده مسكر معاكي. تقدري تضيفي القطيتين دول قبل ما تضيفي الفريك، بس انا حبيت احطهم بعد علشان خاطر يعني بتبقى القطايه صحيحه كده وحلوه، وبرضه بتديكي نفس النتيجه، بتخلي الطعم مسكر جدا. ولكن لو ولادك مش هيعرفوا ياكلوه فانت ممكن تبشريها، ممكن تحطيها تضربيها في الخلاط وتحطيها على الكبد والقوانص الاول قبل الفريك. ولكن انا بحب ادي الفريك تشويحه كده على النار، بيبقى حلو جدا جدا، وبيساعد ان هو يبقى حلو كده وطري. انا ضفت 4 ورقات من اللوري اهو، زي ما قلت لك كان المفروض اضيفهم مع التوابل، بس للامانه انا نسيت، ولكن انت لازم تضيفيهم مع التوابل زي اللي حطيتيها في الاول خالص. معانا هنا مكعبين من المرق زي ما انت شايفه كده، هتحطيهم برضو وهتقلبي. كل دي منكهات وبيدي طعم حلو جدا جدا لطاجن الفريك اهو. بتضيفي بقى هنا القطيتين، بتقطعيهم مكعبات زي ما انت شايفه كده، وبتحطيهم على الفريك كده من على طول، وبتديله تشويحتين كده على النار. خلي بالك بيدي طعم حلو جدا برضو، بس زي ما قلت لك لو حابه تزودي الطماطم مفيش مشاكل خالص اهو. بس هي الكميه كانت حلوه ومناسبه للكميه اللي انا عاملاها، القطيتين كانوا حلوين لي الكميه اللي انا عاملاها. هنجيب بقى كده معانا الطاجن او البرام زي ما انت شايفه كده، وهنحط فيه، ممكن تسويه في الصينيه زي ما هو كده، وبس تزودي عليه الشوربه او الميه، بس لازم لو شوربه او ميه لازم تكون بتغلي معاكي علشان تسرع في السواء، وما يعجنش كمان، يبقى مفلفل كده وما يعجنش معاكي. وممكن تجيبي بقى الطاجن ده يعني بتعززي من شكله ومن طعمه ومن ريحته بصراحه. لما بتحطيه في الطاجن كده في الوقت ده انت بتبقي مشغله الفرن على اعلى درجه حراره عندك، وبتحطيه على يعني على مش على الشبكه، لا على البلاطه بتاعه الفرن نفسها. بتزودي كده كميه الميه او الشوربه زي ما قلت لك، بس تكون بتغلي علشان خاطر تسرعي من سواه اهو. وما تحاوليش تخلي الميه يعني اعلى من الفريك كده، لازم تبقى بصي يا دوب واضحه بس. بتظبطي بقى الملح بتاعه وبتسويه زي ما انت شايفه بالمعلقه كده، وبتغطيه بغطا حله عندك او بورق من الفويل. انا غطيته بغطا حله عشان ما عنديش ورق فويل، فانا استعملت غطا حله عليه ودخلته على الفرن، في الفرن كده على على البلاطه بتاع الفرن مش على الشبكه، وعلى اعلى درجه حراره عندك. طلع معانا وبصي بالجمال اللي انت شايفاه ده، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، طعمه زي العسل. وعاوزه اقولك مشبع جدا جدا كمان، وخلي بالك بيساعد في الحرق، يعني ده مشبع جدا وبيساعد في الحرق للجماعه بتوع الدايت. جبرت بخاطركم النهارده اهو، وعملت لكم حاجه حلوه كده للدايت، فيها خضار وفيها بروتين وفيها كالسيوم وفيها كل حاجه ما شاء الله. هنغرفه بقى كده معانا، بصي بقى ما شاء الله اللهم بارك، مستوي معانا وطري وزي العسل. بتقدري تقدمي جنبه سلطه خضراء، بطاطس محمره، مخللات، زي ما انت عايزه. انا قدمت جنبه سلطه خضراء علشان يعني بالمره بقى طالما هو في يعني قيمه غذائيه حلوه كده، فنكملها بقى بايه، بالخضار، نعمل سلطه خضراء حلوه كده، نحط فيها برضو خضار وخيار وجزر وشبت وكل انواع الخضار عندك حطيه في السلطه. دي كانت وصفتنا النهارده، هي رب تكون عجبتكم. وما تنسوش يا جماعة الأكلات اللي احنا كنا بناكلها زمان وطلعنا وتربينا عليها لازم تأكلوها لعيالكم، علشان ولادكم يطلعوا كده فاهمين الدنيا وعارفين ان احنا كنا بناكل كذا وبنعمل كذا. لازم نعمل لولادنا يعني احنا بنورث الحاجات دي لولادنا. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب ويحفظهم من كل شر ومن كل سوء، اللهم امين اهو.
يلا لو عجبتك وصفتي النهارده ما تنسينيش في دعوة حلوة، ولو استفدتي بأي معلومة ادعي لي دعوة حلوة كده وليكي أضعاف أضعافها، ودوسي لي اشتراك في القناة وعلى زرار الجرس على الكل علشان كل لما انزل وصفة ينزل لك كل جديد. وما تنسيش بالله عليك اللايك. يلا اشوفكم على خير، سلام عليكم.